السلام عليكم. اليوم حأعمل القهوة المفضلة عند أهل الحجاز، خاصة في الأجواء الشتوية، اللي هي القهوة الحجازية البيضاء أو قهوة اللوز. أول حاجة حنجيب 9 ملاعق حليب بودرة، و5 ملاعق من النشا أو نشا الذرة، و7 ملاعق من دقيق الرز، تقريبا ربع كوب من السكر أو حسب المذاق. الوصفة هنا السكر تقريبا وسط. 4 كاسات من الموية. حنحركهم، طبعا حنستمر في التحريك على نار هادية لين ما يبدأ يصير عندي ثقيل أو قوام ثقيل. حضيف عليهم تقريبا ملعقتين من اللوز، بس تكون تكسير بسيط، ما يكون مطحون، مكسر تكسير بسيط. حضيف عليهم برضو ملعقة كبيرة من الهيل المطحون. طبعا أنا طحنتها فورا في وقتها ونخلتها حتى تقدري تحصلي على طعم الهيل القوي في نفس القهوة. كده خلاص الوصفة صارت جاهزة للتقديم، بس أحب أنبه إنه خلي القوام دايما وسط، لا تخليه ثقيل بالمرة ولا خفيف بالمرة، لأن قهوة اللوز كل ما بردت كل ما بدأت تثقل. كمان أحب أذكركم لا تنسون تشتركون بالقناة وتدعمونا بلايك إذا عجبكم الفيديو. كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو، بس حزين وجه القهوة بشوية لوز مطحون. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. انتظروني بفيديو جديد، ومع السلامة.